السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة ثانوي 2024، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، ويا أهلا وسهلا بيكم في حل مادة الجيولوجيا للثانوية العامة. النهاردة إن شاء الله هنحل على الدرس الأول من المذكرة بتاعتنا، هما 41 سؤال هنحلهم مع بعض بإذن الله. يلا نبدأ. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى بأول سؤال، بيقول لك فرع الجيولوجيا الذي نعتمد عليه أساسا عند بناء ناطحة سحاب هو. زي ما اتفقنا في العلوم اللي احنا عرفناهم، اللي هم ال10 أفرع بتوع علم الجيولوجيا أو اللي بيدرسوا علم الجيولوجيا، يعني إن احنا عندنا حاجة بتختص بالجيولوجيا الهندسية، اللي هي ايه؟ ان انا مثلا عايز ابني كوبري، عايز ابني ناطحة سحاب، عايز ابني عمارة، عايز ابني كل ده. هنا بيقول لك ايه اللي بيختص ببناء ناطحة سحاب. زي ما اتفقنا ان اللي بيختص ببناء ناطحة السحاب او بناء اي حاجة، بناء كوبري او اي حاجة من دي، اللي يعتبر بيدرس اللي هو ايه، يعني ايه اللي هيحصل للارض. مثلا لو انا بنيت ناطحة سحاب هنا، هل الارض دي هتستحمل ولا لا؟ يبقى زي ما اتفقنا ان هي هتبقى الجيولوجيا الهندسية. 2، بيقول لك العلم الاساسي الذي يهتم بالبحث عن خامات الذهب والحديد هو علم. وقال لك ايه هنا الكلمة المفتاحية بتاعت السؤال؟ يعتبر ايه؟ قال لك الذي يهتم بالبحث. يبقى الكلمة عندي هنا البحث. اتفقنا كلمة البحث دي بتختص بعلم الجيوفيزياء، يبقى اي حاجة فيها بحث عليها الجيوفيزياء. عندك الجيوكيمياء مش هينفع في الجيوكيمياء، العلم ده ما بيبحث عن حاجة، العلم ده بيعرف نسب المكونات. عندي علم الطبقات ده اللي هو بيدرس الصخور الرسوبية. عندي الجيولوجيا الطبيعية ده اللي بيدرس تأثير العوامل الخارجية والداخلية زي ما اتفقنا. يبقى هنا علم الجيوفيزياء. بيقول لك يمكن تحديد عمر الصخور الرسوبية من خلال دراسة علم المعادن. لا غلط. طب علم الجيوفيزياء برضو لا غلط. علم الجيوفيزياء ده اللي هو بيبحث عن الحاجة، يعني أنا مثلا عايز ابحث عن حاجة معينة، يبقى عن طريق علم الجيوفيزياء. الترسيب برضو لا، امال عن طريق الحفريات. بيقول لك هنا تمت زراعة الألغام تحت تربة في منطقة العالمين أثناء الحرب العالمية الثانية. ما علم الجيولوجيا الذي يستخدم للكشف عن أماكن زراعة هذه الألغام؟ هنا بيقول لك ايه العلم اللي هو يعتبر يستخدم للبحث عن أماكن. بص ركز تحت كلمة البحث. يبقى العلم اللي هو يستخدم في البحث هتقول لي على طول علم الجيوفيزياء، ولا ينفع معايا الجيوكيمياء، ولا ينفع معايا علم المياه الأرضية، ده ملوش علاقة أصلا بالأماكن اللي هي فيها زراعة الألغام، ولا هتقول لي علم المعادن. يبقى التلاتة دولت مش هينفعوا. اللي هينفع هو علم الجيوفيزياء. على اللي بعده بيقول لك فرع الجيولوجيا الذي يطبق أحدث النظريات تكنولوجيا التصوير الإشعاعي للكشف عن الخامات الاقتصادية وموارد الطاقة. تعال نقرأ السؤال واحدة واحدة تاني. بيقول لك فرع الجيولوجيا الذي يطبق أحدث النظريات تكنولوجيا التصوير الإشعاعي للكشف عن الخامات الاقتصادية. هنمسك واحدة واحدة. هنا الجيوكيمياء لا مش هتنفع. هنا الجيوفيزياء هو هنا بيقول لك يعتبر ايه؟ ان انا ببحث عن الخامات الاقتصادية او ببحث عن طريقة تكنولوجيا التصوير الإشعاعي اللي هو برضو يعتبر ليه علاقة بالجيوفيزياء. عندي علم الطبقات لا ما ينفعش. علم الطبقات ده اللي بيدرس، قلت لك زي ما قلت لك من شويه، بيدرس الصخور الرسوبيه. عندك الجيولوجيا الهندسيه لا برضو ملوش علاقه. الجيولوجيا الهندسيه ان انا مثلا بدرس الارض دي تستحمل كوبري، تستحمل عماره، تستحمل كذا وتستحمل كذا، اللي هو بدرس يعتبر الارض تستحمل ايه، ما لهاش علاقه خالص بنظريات تكنولوجيا التصوير الاشعاعي. يبقى هنا عندي الاجابه هتبقى الجيوفيزياء. يعني ندخل على السؤال اللي بعده. يقول لك فرع الجيولوجيا الذي نعتمد عليه أساسا في الاستدلال على طبيعة البيئة الساحلية للشعاب المرجانية هو علم. زي ما احنا متفقين ان العلم اللي هو يعتبر بيختص اللي انا اعرف البيئة دي اذا كانت بحرية، البيئة دي اذا كانت صحراوية، البيئة دي ايه نظام البيئة دي، هو علم الأحافير. ولا علم المعادن هيفيدني بكده، ولا الجيوكيمياء ولا الجيوفيزياء. اما علم الأحافير انا مثلا لقيت حفرية حوت مثلا، يعني يبقى دي كده كانت بيئة ايه؟ كانت بيئة بحرية. هنا بيقول لك انا عايز العلم اللي بنعتمد عليه في الاستدلال على طبيعة البيئة الساحلية للشعاب المرجانية، يبقى علم الأحافير.
تعالى السؤال اللي بعده بيقول لك يستدل على أن نسبة عناصر مجموعة السيليكات تمثل حوالي 98.5% من وزن القشرة الأرضية من دراسة. زي ما أنا متفق معاك إن أي نسبة هتجيلك يبقى هتبقى إيه؟ جيوكيمياء. أنا عندي النسبة، الجيولوجيا الطبيعية ما بتدرسش نسب، الجيولوجيا التركيبية ما بتدرسش النسب، الجيوفيزياء ما بيدرسش النسب برضه، ده بيدرس البحث عن أي حاجة يعتبر. يبقى هنا عندي الإجابة الصح هتبقى الجيوكيمياء. تعالى السؤال اللي بعده يقول لك العلم الذي يدرس تأثير كل من البحيرات والحركات الأرضية والأنهار على الصخور وهو علم. تفصص السؤال واحدة واحدة. بيقول لك العلم الذي يدرس تأثير كل من البحيرات، يبقى هو كده تأثير عوامل خارجية. تأثير كل من البحيرات والحركات الأرضية، والحركات الأرضية دي اللي هي عوامل داخلية، والأنهار على الصخور هو علم الجيولوجيا الطبيعية. ليه الجيولوجيا الطبيعية؟ عشان انا قلت عوامل خارجية وعوامل داخلية. عندك علم الطبقات ده ملوش علاقة بان احنا بنقوله، عندك الجيوكيمياء برضو ده ملوش علاقة، عندك المياه الجوفية ده ملوش علاقة. يبقى الإجابة الصح هي الجيولوجيا الطبيعية. هنا بيقول لك في السؤال اللي بعده فرع الجيولوجيا الذي يستخدم التقنيات التي في الشكل. هنا عندي في الشكل يعتبر التقنيات دي ان هي انا عندي اجهزة بتبحث عن حاجة تحت الارض. انا قلت ايه؟ بتبحث. يبقى علم الجيوفيزياء، عشان احنا زي ما احنا متفقين اي حاجة فيها بحث زي اللي في الصورة دي كده يبقى علم الجيوفيزياء. عندي جيولوجيا البترول، انا مش صح ان هي جيولوجيا البترول، غلط. عندي علم الاحافير القديمة، وهنا ملوش علاقة بالاحافير ولا في احافير اصلا في الصورة. عندي علم الجيوكيمياء، غلط، هو مش جايب لي نسبة وبيقول لي هو هنا العلم بتاعه ايه. يبقى هنا في السؤال ده الاجابة الصح هو علم الجيوفيزياء. تعالى ندخل في السؤال اللي بعده. يقول لك نطاق في الارض يبلغ قطره حوالي 6972 كيلو متر، هو ايه؟ زي ما احنا متفقين ان نصف القطر بتاع اللب كام؟ 3486 كيلو متر، ده نصف القطر. لو ضربنا نصف القطر ده في 2 هيطلع لي الرقم ده اللي هو 6972 كيلو متر. يبقى كده نطاق الارض او القطر بتاع اللب هو حوالي كام؟ 6972 كيلو متر. يبقى عندي هنا الاجابة هتبقى النواة. فهمنا ازاي هتبقى الاجابة النواة؟ عشان انا عندي نصف القطر بتاع النواة 3486، وعندي القطر بتاعه انا بجيب القطر ازاي؟ هضرب في 2، لما اضرب في 2 هيطلع لي الرقم ده. تمام. تعالى السؤال اللي بعده. يقول لك العنصر الذي يندر وجوده في الوشاح ويسبب قلة كثافته عن اللب هو. احنا زي ما احنا متفقين ان الوشاح فيه ايه؟ في مركبات اكاسيد حديد مغنيسيوم وسيليكون اللي هي جمعناها في كلمة سامح. انا عندي بقى ايه هنا اللي مش موجود في الوشاح ويسبب قلة كثافته عن اللب؟ عندي الحديد موجود، عندي السيليكون موجود، عندي المغنيسيوم موجود، عندي النيكل مش موجود. يبقى هنا الاجابة الصح هو النيكل. النيكل هي الحاجة اللي مش موجودة عندي في الوشاح بس موجودة في اللب. عندي هنا بيقول لك السؤال اللي بعده النطاق الذي يمثل حوالي 3.3% من حجم الارض هو ايه؟ زي ما انتوا عارفين ان دي حفظ اصلا. 3.3% من حجم الارض هي القشرة الارضية. كتلة القشرة الارضية بتمثل حوالي 1% من كتلة الارض. تعالى السؤال اللي بعده. بيقول لك يبلغ سمك القشرة الارضية حوالي. الاول زي ما احنا اتفقنا هنا ان الاجابة هتبقى الف القشرة الارضية. تعالى بقى للسؤال اللي بعده. بيقول لك يبلغ سمك القشرة الارضية حوالي من 8 ل 12، من 8 ل 60، من 12 ل 100، من 60 ل 100. انا عندي اقل، هو هنا بيتكلم على القشرة الارضية عموما، على القشرة الارضية عموما. انا عندي اقل سمك فيها كام؟ زي ما احنا متفقين ان انا عندي القشرة القارية سمكها حوالي 60 كيلو متر، وعندي القشرة المحيطية سمكها حوالي من 8 ل 12 كيلو متر. فانا عندي اقل رقم هنا كام؟ 8، وعندي اعلى رقم هنا كام؟ 60. يبقى سمك القشرة كلها على بعضيها حوالي كام؟ حوالي من 8 ل 60 كيلو متر.
وهنا بيتكلم على القشرة كلها على بعضها، القشرة الأرضية بالقشرة المحيطية، يبقى دي تسمى كلها القشرة الأرضية. هو عايز يعرف سمكها قد ايه، هقول له من 8 ل 60 كيلومتر. ليه قلت من 8 ل 60 كيلومتر؟ عشان أقل سمك يعتبر موجود هو 8، وأعلى سمك موجود هو 60. يبقى سمك حوالي القشرة الأرضية من 8 إلى 60 كيلومتر. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقول لك تمثل نسبة الوشاح من حجم صخور الأرض حوالي. احنا متفقين ان حجم الوشاح حوالي كام؟ حوالي 80%. انا لو قسمت 80 على 100 دي على الآلة هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 4/5. يبقى انا هنا كده عندي ان حجم الوشاح حوالي 80%. انا ال80% دولت عرفت اجيب منهم نسبة الوشاح ككسر، يعني هقسم 80 على 100 هيطلع لي 4/5. يبقى الإجابة عندي 4/5. تعالى ندخل للسؤال اللي بعده، بيقول لك تمكن العلماء من تقسيم لب الأرض عن طريق، تعال نقرأ واحدة واحدة ونشوف. معرفة أصل المجال المغناطيسي للأرض، ولا ما يخرج من فوهات البراكين، ولا تيارات الحمل الدورانية، ولا علم الجيوفيزياء؟ تعال نستبعد واحدة واحدة. هنا بيقول لك معرفة أصل المجال المغناطيسي للأرض. أنا مش ده السبب اللي خلاني أعرف أقسم اللب. أنا أصلا السبب ده يعتبر اللي يعني ما بعد ان انا عرفت تقسيم اللب. يعني انا عرفت تقسيم اللب بعد كده عرفت اصل المجال المغناطيسي للارض. وانا لما كنتش عرفت ان في لب خارجي ولب داخلي، واللب الخارجي بيدور حوالين اللب الداخلي، ما كنتش عرفت اصلا ان في مجال مغناطيسي للارض. ادي اول سؤال ادي اول اجابه استبعدناها. عندي تيارات الحمل الدورانيه. تيارات الحمل الدورانيه دي اللي هي يعتبر اساس ايه؟ اساس حركه القارات، فمالهاش علاقه بتقسيم لب الارض. عندي ما يخرج من فوهة البراكين، ده برضو مالوش علاقة بلب الأرض. أما عندي الحاجة الوحيدة اللي ليها علاقة بتقسيم لب الأرض هو علم الجيوفيزياء. ليه هو اللي ليه علاقة بتقسيم لب الأرض؟ عشان زي ما احنا كنا متفقين وشارحين إن أنا عندي علماء تمكنوا من معرفة نطاقات الأرض عن طريق نتائج تحليل الموجات الزلزالية. اللي أنا نتائج تحليل نتائج الموجات الزلزالية دي جبتها منين؟ عن طريق علم الجيوفيزياء. علم الجيوفيزياء هو اللي بحث عنها وعرف وأثبت النتائج دي. يبقى كده هنا الإجابة هتبقى علم الجيوفيزياء. تعالى للسؤال اللي بعده، يقول لك الخطأ الموضح في الشكل يرجع إلى علم. هنا أنا عندي إن الأرض زي ما تقول هابطة أو مكسورة، أو إن الأرض مثلا مش مستحملة الحاجة اللي عليها. هنا الخطأ بيرجع لعلم مين؟ زي ما احنا متفقين ان الخطأ بتاعة الارض او اي حاجة ليها علاقة بالارض هتبقى علم الجيولوجيا الهندسية. يبقى كده مش علم الجيوفيزياء ولا علم جيولوجيا الطبقات ولا الجيولوجيا الطبيعية. تعالى للسؤال اللي بعده، النسبة بين سمك النطاق المتحرك المسؤول عن المغناطيسية الى سمك النطاق المتحرك المسؤول عن زحزحة القارات. هنا عندي نسبتين، نمسك السؤال واحدة واحدة ونكتب ونحلل السؤال كده. يقول لك النسبة بين سمك النطاق المتحرك المسؤول عن المغناطيسية، وعايز كده سمك النطاق المتحرك مسؤول عن المغناطيسية اللي هو اللب الخارجي. اللب الخارجي، اللب الخارجي اللي هو سمكه قد ايه؟ سمكه حوالي 2100 كيلومتر. يبقى سمك اللب الخارجي حوالي 2100 كيلومتر. عايزه الى سمك النطاق المتحرك المسؤول عن زحزحة القارات. سمك النطاق المتحرك المسؤول عن زحزحة القارات اللي هو حوالي 350 كيلومتر. هنقسم ده على ده ونشوف هيطلع لنا كام. لما قسمنا 2100 على 350 على الآلة طلع لنا 6 اللي هي هتبقى 6/1. يبقى الإجابة عندي هي الإجابة ب 6/1. تعالى للسؤال اللي بعده، يقول لك من الخامات الأولية التي ساعدت الجيولوجيا في استخراجها وساهمت في خدمة المجال الزراعي. ايه اللي ساهم في خدمة المجال الزراعي؟
عندي القصدير ما ساهمش في خدمة المجال الزراعي، عندي الفحم ما ساهمش، عندي الحجر الجيري ما ساهمش، اما عندي اللي ساهم هو الكلور. واحنا اصلا المفروض ان احنا شرحنها لك في اول حصة في ايه، ان احنا قلنا المجال اللي احنا بنستخدمه في مجالات الصناعات او الصناعات الكيميائية عموما نستخدم الصوديوم والكبريت والكلور. ليه بنستخدمه في ايه؟ لتصنيع اسمدة ومبيدات حشرية وادوية. فهنا بيقولك عن اللي ساهمت فيه خدمة المجال الزراعي هي تبقى الكلور. ولو حطلي مثلا الصوديوم هختار الصوديوم، لو حطلي الكبريت هختار الكبريت، لو حطلي التلاتة مع بعض هختارهم التلاتة. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقولك التحليل الجيوكيميائي لمكونات القشرة الأرضية يوضح أن المكونات الغالبة فيها هي. بيقولك التحليل الجيوكيميائي لمكونات القشرة الأرضية يوضح أن المكونات الغالبة فيها هي ايه؟ عندي سيليكا وصوديوم وبوتاسيوم، ولا حديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم، ولا حديد وكالسيوم وبوتاسيوم، ولا سيليكا وألمنيوم ومغنيسيوم. وهنا عايز لمكونات القشرة الأرضية، يبقى أكيد من غير كلام هتبقى سيليكا وألمنيوم ومغنيسيوم. ليه هتبقى سيليكا وألمنيوم ومغنيسيوم؟ هقول لك أنا عندي قشرة محيطية وقشرة قارية. القشرة القارية دي اللي هي بتتكون من سيليكا وألمنيوم، تعالى كده نكتبها مع بعض. عندي هنا القارية وعندي هنا المحيطية. عندي هنا القارية دي اللي هي بتتكون من السيليكون والألمنيوم، وعندي هنا المحيطية اللي هي بتتكون من السيليكا والمغنيسيوم. يبقى أنا عندي يعتبر ايه المكونات اللي موجودة غالبا في القشرة الأرضية. أقول دولت وأقول دولت. السيليكا هنا موجودة في الاتنين، يبقى أقول أول حاجة السيليكا، بعد كده أقول الألمنيوم، بعد كده أقول المغنيسيوم، وده اللي احنا اخترناه. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقول لك أي القطاعات توضح النسب التقريبية الصحيحة التي تمثلها القشرة والوشاح واللب من حجم الأرض. من حجم الأرض أكبر حاجة موجودة في حجم الأرض هي الوشاح. يبقى أول حاجة دي مستبعدة ودي مستبعدة ودي مستبعدة، عشان الوشاح أكبر، هو مش النص، لا هو أكبر من النص، هو 80% من الحجم. يبقى عندي يعتبر أصح رسمة هي ألف. ليه؟ عندي الوشاح هو اللي أخد أكبر نسبة، وعندي النسبة اللي بعديها على طول هو اللب، وعندي النسبة اللي بعديها على طول هي القشرة. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. بيقول لك هنا الشكل التالي يوضح طبقات الأرض حسب الحجم بالنسبة المئوية. ادرسوا ثم أجب. أكبر هذه الطبقات سمكا وأقلهم على الترتيب. هو عايز أكبر حاجة في السمك. هو تعالى الأول نفصصها واحدة واحدة كده. هنا الحجم بيقول لك 80%، يبقى ده من غير ما أعرف على طول ده الوشاح. عندي تاني حاجة يعتبر الحجم أقل من 10، يعني الحجم حوالي 3.3 اللي هو حجم القشرة الأرضية. عندي اللي بعديها اللي هو رقم ألف، ده حوالي قد ايه؟ ده زايد عن 10 وقلل عن 20، يعني حوالي 15-16. فهنا 16 او 16% ده او 17% دولت هيبقى النواة او اللب. كده احنا فصصنا الرسمة وشرحنا الرسمة. تعالى بقى نختار ايه الإجابة الصحيحة. وهنا انتوا عارفين ان يعتبر اكبر سمك هو النواة او اللب. ليه النواة واللب؟ بيقول لك ان نصف قطره اصلا 3486 كيلومتر، فيعتبر ده اكبر سمك موجود في مكونات الارض. طب ايه اللي بعديه؟ هيبقى اللي بعديه الوشاح. طب ايه اللي بعديه؟ اقلهم القشرة الارضية في السمك. يبقى عندي الاجابة هنا هتبقى رقم الف. هو قالك اكبرهم اللي انت اخترته هتبقى اللي هي النواة اللي هي رقم الف، وعندي اصغرهم او اقلهم في السمك هتبقى القشرة الارضية اللي هي باء. يبقى كده عندي الاجابة الصحيحة هي رقم الف. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل أجب عن الأسئلة التالية.
النطاق المسؤول عن نشأة المجال المغناطيسي. تعالى كده نشوف، نحلل برضو الرسمة زي السؤال اللي قبليه. انا عندي هنا رقم ايه اقل من 500، يعني حوالي كام هنا؟ حوالي 350. يعني هنا ايه حوالي، هنا حوالي 350 حوالي 350. ده ايه؟ الوشاح العلوي. طبعا عندي بي ده، بص هو موصلش لل300، هو حوالي 2900 اللي هو الوشاح كله. طبعا عندي سي حوالي 2100. 2100 ده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع اللب الخارجي. طبعا عندي دي اللي هو حوالي قد ايه؟ بص هو عندي ال1000 اهو، هو ازيد من ال1000 واقل من ال1500، اللي هو حوالي كام؟ حوالي 1300 وحاجة، اللي هو ايه ما بين ال1000 وال1500. فهو اكيد مفيش عندي غيره بقى، اللي هو اللب الداخلي. اللب الداخلي. تعال بقى نقرأ السؤال. بيقولك النطاق المسؤول عن نشأة مجال المغناطيسي للأرض. يبقى أنا عايز اللب الداخلي وعايز اللب الخارجي، اللي هما يبقوا ايه؟ هيبقوا دي ويبقوا سي. فين الإجابة بتاعت دي وسي؟ اللي هي إجابة رقم د. تعال للسؤال اللي بعده. بيقولك نطاق حرارته تزيد عن 5000 درجة، حالته صلبة. هنا أنا عايز اللب الداخلي. قالك بتزيد ايه؟ بتزيد عن 5000، وكمان حالته ايه؟ صلبة. تعرف لو قالك حالته مصفور او حالته سائل هتقول له اللب الخارجي. لا، اما انا عايز هنا اللي حالته صلبة، اللي هو ايه؟ اللب الداخلي. اللب الداخلي ده اللي هو رقم دي. يبقى الاجابة عندي د. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقولك اذكر التركيب الكيميائي والحالة الفيزيائية للنطاق بي. النطاق بي ده اللي هو الوشاح، وعايز التركيب الكيميائي بتاعه. انا قلت لك ان هي بتتجمع في كلمة سامح. سامح دي اللي هي اكاسيد حديد مغنيسيوم وسيليكون. ده كده التركيب الكيميائي بتاعه. يبقى قالك اذكر التركيب الكيميائي بتاعه، تقول له التركيب الكيميائي بتاع الوشاح كله هو الاكاسيد، اكاسيد حديد ومغنيسيوم وسيليكون. طب والحالة الفيزيائية للنطاق بي. النطاق بي ده برضو اللي هو الوشاح. هتقول له هنا ان الحالة الفيزيائية بتاعته هي الحالة الفيزيائية بتاعته بيتكون في صورة صخور صلبة، ما عدا الجزء العلوي منه اللي هو الاسينوسفير او اسمه الوشاح العلوي. ده بيوجد في صورة لدنة مائعة تتصرف تصرف السوائل، ودي احنا شرحناها وانت حافظها معايا. فكده عندي اجابة السؤال رقم ج. اذكر التركيب الكيميائي، هتقول له اكاسيد حديد ومغنيسيوم وسيليكون. هيقول لك اذكر الحالة الفيزيائية، هتقول له ان الحالة الفيزيائية بتاعته هو بيتكون من صخور صلبة، ما عدا الوشاح العلوي منه اللي هو اسمه الاسينوسفير. ده بيتكون من صخور لدنة مائعة تتصرف تصرف السوائل. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك ادرس الشكل المقابل. بيقول لك ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. نتيجة اختلاف توزيع الحرارة في النطاق A. عندي نتيجة اختلاف توزيع الحرارة في النطاق A. عندي النطاق A ده اللي هو الوشاح العلوي. اللي بيحصل لما الحرارة بتختلف، اللي بيحصل لما الحرارة بتختلف ان انا عندي بيحصل تباين في الحرارة. فايه اللي بيحصل دوامات تيارات الحمل، اللي هو بيعمل ايه؟ ينزل الكثافة العالية لتحت اللي هي ذات الحرارة الاقل، وتصعد ذات الحرارة الاعلى والكثافة الاقل. يبقى كده عندي ايه؟ نتيجة اختلاف توزيع الحرارة في النطاق A اللي هو الوشاح العلوي. اللي بيحصل بتهبط الصهارة ذات الحرارة الأقل والكثافة الأعلى، وتصعد الصهارة ذات الحرارة الأعلى والكثافة الأقل. تعالى بقى نقرأ ونشوف أنهي جملة هي الصحيحة. يقول لك ينشأ تيار كهربي له أثر مغناطيسي. لا غلط، ده بتاع اللب. يقول لك تتصاعد الصهارة ذات الكثافة الأعلى. لا غلط، ده بتتصاعد الصهارة ذات الكثافة الأقل والحرارة الأعلى. عندي بيقول لك تهبط الصهارة ذات الحرارة الأقل. دي هو
الإجابة الصحيحة. يقول لك يزداد الضغط الواقع عن النطاق أسفله، لا ملهاش علاقة. يبقى عندي هنا الإجابة هتبقى تهبط السهارة ذات الحرارة الأقل والكثافة الأعلى. تعالى للسؤال اللي بعديه، بيقول لك يمثل النطاقان ايه؟ النطاقان اللي بيمثلوا حوالي 33% من كتلة الأرض. النطاقان اللي بيمثلوا حوالي 33% من كتلة الأرض. يبقى عندي النطاقات اللي هما يبقى اللب الخارجي واللب الداخلي، عشان انت اصلا مكتوب عندك في كتابك ان حوالي كتلة النواة او اللب كله 33%. فانا عندي اللب الخارجي واللب الداخلي اللي هما يبقوا دي وسي. دي وسي اللي هما اجابة رقم ب. يبقى انا عندي حوالي اللي بيمثل 33% من كتلة الارض هو النواة او اللب كله. هو انا حاطط لك في الرسمة النواة واللب كله في حتتين، هنا عندي اللب الخارجي وهنا عندي اللب الداخلي. الاتنين مع بعض حوالي كتلتهم حوالي بالنسبة لمكونات كوكب الارض حوالي 33%. يبقى الاجابة الصح هي دي وسي. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقول لك النطاق الذي يعادل حجمه حوالي 16.7 من حجم الأرض هو. النطاق الحوالي يعادل حجمه حوالي 16.7 زي ما احنا لسه قايلين فوق النواة أو اللب، وده اصلا موجود عندك، ده بالنص في الكتاب ان حجم النواة واللب حوالي سدس حجم الارض اللي هو حوالي 16.7. يبقى عندي اجابتي هنا هتبقى النواة. تعالى ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك يرجع التوازن بين القشرة المحيطية والقارية إلى أن القشرة القارية زي ما اتفقنا أن القشرة القارية هي الأكبر سمك والأقل كثافة. احفظها على طول إن هم عكس بعض. هي الأكبر سمك لأنها سمكها حوالي 60 كيلومتر، وهي الأقل كثافة. يبقى أكبر سمك وأقل كثافة اللي هي الإجابة رقم ألف. ما تقعدش هنا تبص في الاختيارات عشان هتتلخبط، انت من المفروض تكون حافظها وفاهمها. يبقى عندي الإجابة الصحيحة هي رقم ألف. عندي السؤال اللي بعده، بيقول لك عند أخذ قطاع في الكرة الأرضية فمن المتوقع أن تقابلنا صخور صلبة من أكاسيد الحديد والمغنيسيوم على عمق حوالي قد إيه؟ وقال لك هنا إيه؟ صخور صلبة. دي تاخدها، دي مفتاح سؤال عندك. وبيقول لك إيه المفتاح التاني؟ من أكاسيد الحديد والمغنيسيوم. يبقى هنا أنا أكيد في الوشاح. أنا كده حددت من أكاسيد الحديد والمغنيسيوم إن أنا كده في الوشاح. طب انا في الوشاح العلوي ولا الوشاح السفلي؟ هو قال لك في صورة صلبة، يبقى انا في الوشاح السفلي، عشان الوشاح السفلي هو اللي بيوجد في صورة صلبة. يبقى انا عندي هنا الاجابة ايه؟ هتبقى 40 كيلومتر. لا انا هنا لسه في القشرة القارية. تبقى 250 كيلومتر. لا انا هنا لسه فين؟ في الوشاح العلوي. عندي 500 كيلومتر. هي دي الإجابة الصح. أنا كده عديت الوشاح العلوي اللي هو 350 كيلومتر سمكه. أنا كده عديته وبقيت يعتبر في أول الوشاح السفلي. عندي 5050 كيلومتر. لا ده طبعا غلط، أنا كده عديت خالص. تعالى للسؤال اللي بعده. يبقى كده زي ما اتفقنا هنا الأول إن الإجابة هتبقى جيم اللي هي 500 كيلو متر. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك يعتقد أن داخل الأرض عند عمق 3500 كيلومتر يكون مسحور ولا صلب؟ هنا الأول ركز كده الأول، وعندك مفتاح السؤال إن هو مديك العمق اللي هو حوالي 3500 كيلومتر. أنا عندي اللي بيبقى على عمق حوالي 3500 كيلومتر هو إيه؟ هو اللب الخارجي. يبقى انا هنا بالعمق ده عرفت ان انا كده شغال في اللب الخارجي. طب اللب الخارجي ده صلب ولا مسحور؟ لا انا عندي اللب الخارجي مسحور. يبقى انا استبعدت الاتنين دولت على طول. يبقى انا كده شلت اجابتين. طب عندي اللب الخارجي ده درجة حرارته حوالي كام؟ زي ما احنا متفقين ان هو اعلى من 5000 درجة مئوية. يبقى انا كده برضو استبعدت رقم الف. يبقى الاجابة عندي الصحيحة هي رقم ج. يبقى انا كده ايه؟ هنا حليت بطريقة الاستبعاد ان انا استبعدت الاسئلة او الاجابات الغلط واخترت الاجابة الصح اللي هو مسحور
وعنده درجة حرارة حوالي 5400 درجة مئوية. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقولك الضغط الواقع عند الحد الفاصل بين اللب الخارجي واللب الداخلي للأرض يتوقع أن يبلغ حوالي قد إيه؟ هنا ده سؤال سهل خالص يعتبر. أنا عندي لما أنا كنت بشرح لك كنت بقولك اللب الخارجي ضغطه حوالي يوازي 3 مليون ضغط جوي، أما عندي اللب الداخلي حوالي بيزيد عن 3 مليون ضغط جوي. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ أنا هختار رقم يعتبر ما بين التلاتة والأزيد من التلاتة، يعني أنا هختار رقم أزيد من 3 مليون ضغط جوي. تعال نشوف واحدة واحدة. بيقولك 1.2 مليون ضغط جوي، لا غلط. 2.1 مليون ضغط جوي، لا غلط. 1.5 مليون ضغط جوي، لا غلط. 3.5 مليون ضغط جوي هي دي الإجابة الصح. بيقولك هنا أمامك قطاع به بئر حفر، ماشي، يستخدم لتجميع عينات صخرية من أسفل سطح الأرض. تنسب هذه العينات الصخرية إلى، عندي العينات الصخرية دي على عمق قد ايه؟ على عمق حوالي 20 كيلومتر زي ما هو مكتوب. يعتبر انا بئر الحفر اصلا مش واصل الى 20 كيلومتر كله، انا واصل مش واصل، انا كده كده في عمق قد ايه؟ حوالي 20 كيلومتر. انا عندي القشرة القارية حوالي قد ايه؟ حوالي 60 كيلومتر، يبقى انا لسه هنا في القشرة الارضية. سهلة وبسيطة بطريقة سهلة خالص اهي. يبقى انا عندي اللب الخارجي مش هينفع، ولا الوشاح ولا الاسينوسفير، يبقى عندي الإجابة هي القشرة الأرضية. يقول لك تنتقل الحرارة خلال طبقة الأسينوسفير عن طريق التلامس، لا طبعا. الإشعاع، لا طبعا. الحمل، ودي قايلينها بالنص برضو، موجودة بالنص. يبقى تنتقل الحرارة عن طريق أو خلال طبقة الأسينوسفير عن طريق الحمل. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك يبلغ معدل الضغط الواقع على صخور داخل الأرض كثافتها تتراوح بين 12.2 إلى 9.9 جرام على السنتيمتر مكعب حوالي. وعايز هنا معدل الضغط الواقع على صخور داخل الأرض كثافتها تتراوح بين 12.2 أو إلى 9.9. أنا هنا يعتبر أنا في النواة أو اللب. ليه؟ عشان هو جايب لي هنا رقم أهو أكبر من 10. يبقى أنا هنا يعتبر حوالي فين؟ حوالي في اللب الخارجي كده. هتقولي مش انت اللب الخارجي حوالي 10 جرام على السنتيمتر مكعب؟ اقول لك ماشي، ما هي يعتبر الرقم تقريبي هنا 12.2 جرام على السنتيمتر مكعب. يبقى انا عندي هنا الضغط حوالي قد ايه؟ احنا متفقين ان الضغط في النواة واللب حوالي 3 مليون ضغط جوي، وبيزيد في اللب الداخلي بيزيد عن 3 مليون ضغط جوي. يبقى احنا هنختار رقم بين 3 مليون واللازم من 3 مليون، اللي هو الارقام القريبة من 3 مليون ضغط جوي فيما فوق. عندي 2/10 ل 1.4، لا غلط. 1.4 ل3 مليون ضغط جوي، لا غلط. 1.4 دي مش صح. 8/10 ل2.3 مليون ضغط جوي، لا غلط. 2.9 ل3.2 مليون ضغط جوي هي دي يعتبر أصح واحدة فيهم. هتقولي ليه؟ هو هنا مش انت بالمفروض ان اللب عندي بيبدأ من 3 مليون ضغط جوي؟ ليه هنا قايل لي 2.9؟ اقول لك هنا هو قايل لك برضو في الكثافة 9.9، يعني هو يعتبر لسه ما دخلش في اللب الخارجي، وهنا في اخر الوشاح. بس هو يعني هنا انت لما يجي لك سؤال زي كده هتختار بالتقريب، هيبقى الرقم الإجابة ده. تمام. تعال ندخل على السؤال اللي بعده. يقول لك استنتج العلماء أن أصل الغلاف الجوي للأرض تكون نتيجة انطلاق الغازات من البراكين القديمة، تعرض سطح الأرض لعمليات التعرية، ولا تبخر مياه البحار والمحيطات، ولا التحلل الإشعاعي للعناصر في لب الأرض. أنا متفق معاك وأنا بشرح إن يعتبر الأساس اللي عمل الغلاف الجوي واللي عمل الغلاف المائي هو إيه؟ انطلاق الغازات من البراكين القديمة، أو الأساس يعتبر هو البراكين القديمة، ولا تبخر مياه البحار والمحيطات، ولا تعرض السطح لعمليات التعرية، ولا التحلل الإشعاعي للعناصر في لب الأرض. يبقى الإجابة الصح هنا انطلاق الغازات من البراكين القديمة. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك استنتج العلماء تكون المياه على الأرض نتيجة تكثف بخار الماء الذي نتج منه. تعالى نقرأ الإجابات. تفاعل بعض مكونات الغلاف الجوي، انفجارات
البراكين القديمة، تبخر المياه أثناء حقب الحياة القديمة، ولا تيارات الحمل في الأسينوسفير. وهنا بيقولك استنتج العلماء تكون المياه الأرضية نتيجة تكثف بخار الماء. ايه سبب تكثف بخار الماء، او نتج من ايه تكثف بخار الماء؟ اكيد مش تفاعل بعض من المكونات مع بعضها، ولا تبخر المياه اثناء حقب الحياة القديمة، ولا تيارات الحمل في الاسينوسفير. اما الاجابة الصح او اصحهم هي انفجارات البراكين القديمة. وزي ما انا متفق معاك ان البراكين القديمة دي كانت هي السبب الاساسي في نشأة الغلاف الجوي ونشأة الغلاف المائي. على السؤال اللي بعده بيقول لك تبلغ المسافة بين قمة جبل وسفحه حوالي 8840 متر، فإن هذه المسافة تنسب إلى مستوى سطح الأرض. قلنا إن احنا ما بننسبش حاجة لسطح الأرض. منسوب مياه الأنهار قلنا برضو إن احنا ما بننسبش للمياه الأنهار. أما إيه المتعارف عليه دوليا هو مستوى سطح البحر. برضو دي حفظ مش محتاجة ذكاء. يبقى هنا ولا برضو منسوب سطح بحيرة قريبة. يبقى هنا الصح هو مستوى سطح البحر. تعالى للسؤال اللي بعده يقول لك النيتروجين عنصر ذو كثافة مرتفعة، لذلك يوجد فين؟ بكثرة في الطبقات السفلية من بكثرة في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، ولا بكثرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ولا بنفس النسبة على الارتفاعات المختلفة من الغلاف الجوي، ولا بنسبة قليلة في الغلاف الجوي؟ هو اولا هو مش موجود بنسبة قليلة في الغلاف الجوي، ده هو اعلى نسبة في الغلاف الجوي يعتبر، ده نسبته 78%. طب ماشي، بيقول لك بيوجد بكثرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. استنى على دي، بيقول لك يوجد بنفس النسبة على الارتفاعات المختلفة من الغلاف الجوي. لا طبعا، احنا متفقين ان احنا كل ما نزلنا لتحت ان انا بلاقي الحاجة عندي بتزيد، فانا مش موجود ده بنسبة واحدة على الارتفاعات المختلفة. يعني مثلا انا لما اطلع جبل زي ما انا متفق معاك ان انا عندي التنفس او بيحصل لي اختناق لما بطلع على الجبل. ليه؟ عندي النيتروجين بيقل والاكسجين بيقل والضغط نفسه بيقل وكل حاجة بتقل، فهي مش موجودة بنفس النسبة. بيقول لك توجد بكثرة في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، هي دي الصح. ولا بيقول لك توجد بكثرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي؟ لا، انا قلت لك ان انا عندي في الطبقات العليا في اي حاجة هلاقيها قليلة. عندي الضغط هلاقيه قليل، عندي النيتروجين هلاقيه قليل، عندي الاكسجين هلاقيه قليل، عندي برضو الغازات الاخرى اللي هي زي الهيدروجين والهيليوم والارجون اللي انا كنت شرحهم لك برضو ده هلاقيه بنسبة قليلة. يبقى اعلى نسبة موجودة في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي. تعالى للسؤال اللي بعده يقول لك الفضاء الكوني يحيط بالكرة الارضية ويبتعد عن الارض بحوالي قد ايه؟ 800 كيلومتر؟ لا طبعا، احنا قايلين حوالي ازيد من 1000 كيلومتر. 850 كيلومتر؟ لا طبعا. 950 كيلومتر؟ لا طبعا. اما هو 1050 كيلو متر. هنا معلش السؤال يعني ايه متلخبط، الكلام متلخبط في بعضه، فانا هشرحه لكم. انه بيقول لك الشكل المقابل يمثل قطاع لجبل يعلو عن مستوى سطح البحر. المفروض سطح البحر دي موجوده هنا تمثلها، وهنا المفروض بيقول لك تمثلها اكس وواي اللي هما النقطتين موضوعين على جانبي الجبل. بيقول لك بقى عند الانتقال من النقطة اكس الى النقطة واي ايه اللي هيحصل؟ انا عندي اكس وهنتقل لي واي، ايه اللي هيحصل معايا؟ من المفروض ان انا عندي كل حاجة هتزيد. يعني هنا بيقول لك يزداد الاكسجين ويقل الضغط الجوي. لا طبعا، ما بيقلش الضغط الجوي. بيقول لك يقل الاكسجين؟ لا طبعا. بيقول لك يقل الاكسجين برضو؟ لا طبعا. يزداد الاكسجين ويزداد الضغط الجوي، دي هي الصح. ليه؟ انا كنت على ارتفاع عالي ونزلت على ارتفاع قليل اللي هو يعتبر عند مستوى سطح البحر. يبقى انا هنا ايه عندي؟ اللي هيزيد الاكسجين، وعندي هيزيد الضغط الجوي، وعندي برضو هيزيد النيتروجين، وعندي هيزيد يعتبر كل حاجة. يبقى الإجابة الصح هي الإجابة ب. تعالى السؤال اللي بعده بيقول لك نسبة الO2 في الهواء الجوي أعلى جبال الهيمالايا يكون تقريبا قد إيه؟ وبيقول لك أعلى إيه؟ أعلى جبال الهيمالايا. فهو أصلا نسبة الأكسجين مش 78% ولا أكتر من 78%. يبقى دولت أنا استبعدتهم. أنا عندي نسبة الأكسجين في الطبيعي كام؟ 21% في الطبيعي اللي هو على مستوى سطح البحر.
اما انا هنا مش على مستوى سطح البحر، انا هنا عليت عن مستوى سطح البحر، يبقى اكيد الاكسجين هيبقى بنسبته اقل من النسبة الطبيعية، يبقى اقل من 21% من النسبة بتاعته. يبقى كده الاجابة الصح هي الاجابة د. تعالى للسؤال اللي بعده، بيقول لك هنا كل مما يلي يعبر عن مفهوم مستوى، هنا دي مستوى سطح البحر ما عدا ان، يعني انا عندي كل ده صح ما عدا واحدة بس هي اللي غلط. مستوى سطح الماء يحيط بالكرة الارضية من جميع الاتجاهات، المعلومة دي صح. الضغط عند مستوى سطح البحر يعادل 1 ضغط جوي، ده صح. احنا شارحين الضغط الجوي الحصة اللي فاتت، ان انا عند مستوى سطح البحر عندي الضغط الجوي حوالي بيبقى 1 ضغط جوي، هو اعلى ضغط جوي موجود على سطح القشرة الارضية او على سطح الارض يعني. يقول لك هنا مستوى سطح البحر متعارف عليه دوليا، ده اكيد طبعا، وده احنا قايلينه الحصة اللي فاتت. يقول لك مستوى سطح البحر في المحيطات اكثر ارتفاعا عنه في البحار، لا طبعا ده الكلام ده غلط. انا عندي ان انا سطح البحر انا بحسب عليه كل حاجة، ليه؟ لو ان هو الحاجة الوحيدة اللي ثابتة على الارض، ده الحاجة الوحيدة اللي ارتفاعاتها ما بتتغيرش، ولا عندي محيط اعلى من بحر ولا عندي بحر اعلى من محيط ولا الكلام ده كله. يبقى الاجابة الغلط او الاجابة يعني الصح هي د، بس المعلومة ذات نفسها غلط، هو عايز المعلومة الغلط عشان بيقولك ما عدا ايه، يبقى الاجابة عندي هتبقى د. تعالى ندخل للسؤال اللي بعده. بيقول لك هبط رجل من طائرة على ارتفاع 11 كيلومتر بمظلة الى ارتفاع 5.5 كيلومتر، فيكون الفرق، احنا متفقين ان الحصة اللي فاتت بنحسب الفرق ازاي، في الضغط الجوي الواقع على جسمها حوالي، انا عندي على ارتفاع 11 كيلومتر، انا عندي هنا كده، يبقى انا عندي هنا ربع الضغط الجوي. ليه؟ احنا متفقين من المرة اللي فاتت ان انا كل ما برتفع 5.5 كيلومتر عن مستوى سطح البحر اللي بيحصل بقل لنص قيمة الضغط الجوي. انا هنا مثلا كنت عندي ايه، كنت عند صفر ارتفاع، كنت 1 ضغط جوي، عليت 5.5 كيلومتر، يبقى انا هنا ايه، بقيت نص ضغط جوي، عليت بقيت 5.5 تاني اللي هو بقيت 11، بقيت ايه، بقيت ربع ضغط جوي. بيقول لك بقى عليت لقد ايه، قصدي هنا بيقول لك هنا هو كان على ارتفاع 11 كيلومتر، بعد كده هبط بمظلة على ارتفاع 5.5 كيلومتر، مثلا هبط مثلا على جبل، ما علينا، المهم ان هو مديك الارتفاع اللي هو اللي هبط عليه على 5.5 كيلومتر، يبقى انا عندي 5.5 كيلومتر، هنا عندي الضغط كان نص، هطرح النص من الربع وهشوف الفرق كام. طبعا انا عندي ان نص ناقص ربع كام، هو ربع ضغط جوي اللي هي 25% ضغط جوي. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك القطاع المقابل يوضح 4 مواضع على جبل ما، اي المواضع التالية يكون الضغط الجوي عنده هو الاعلى؟ يبقى انا عايز الضغط الجوي الاعلى، يبقى انا هنقي ايه، يبقى انا هنقي اقل ارتفاع. عندي سي هي اقل ارتفاع؟ لا طبعا. عندي بي هي اقل ارتفاع؟ لا طبعا. عندي ايه هي اقل ارتفاع؟ لا طبعا. عندي دي هي اقل ارتفاع ليهم، اللي يعتبر على مستوى سطح البحر يعتبر او اعلى بشوية يعني. يبقى عندي اعلى ضغط جوي في الرسمة اللي قدامي دي هي دي. وبكده الحمد لله نكون خلصنا المذكرة بتاعتنا حل، وان شاء الله هينزل لكم حصة حل كتاب الامتحان في اسرع وقت ممكن. تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا سلام.